السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بطل وبطلة سنة خمسة الجامدين. تعالى ناخد مراجعة على الوحدة التانية واستخدامات وآن وصم وإني. قبل ما نبدأ احنا لازم نشوف الاسم اللي احنا هنحط قبليه صم أو إني أو أو آن، نشوفه عامل ازاي. لو لقيته مفرد يبقى أو آن على طول بختار ما بينهم. لو لقيته جمع او غير معدود بختار ما بين صم واني. صم في الجمله المثبته واني في النفي والسؤال. وانا طبعا كنت منزل لك فيديو فيه الشرح كامل، لو انت كنت شفته اعتقد هتحل قبليه دلوقتي. I eat an apple every day. انا باكل تفاحيه كل يوم. دي اولها مفيش حاجه اسمها هتبقى an apple عشان apple بتبدا بصوت متحرك. Is there some food in the fridge؟ هل يوجد بعض الطعام في الثلاجة؟ طبعا احنا في حالة السؤال بنختار any تيجي مع النفي والسؤال بمعنى أي. We don't have some books. احنا ما عندناش بعض الكتب. طيب هنا don't نفي، برضو نفي بتاخد any. اوعى تنسى بقى التركات دي. يعني سؤال ونفي معاهم any. انا بص جايبهم لك هو ورا بعض، السؤالين دول سؤال ونفي any على طول. We saw an monkey in the zoo. احنا شفنا قرد فين؟ في حديقة الحيوان. طيب مونكي اولها مفيش صوت متحرك، مفيش اي او مفيش الكلام ده، هتبقى a monkey. We will buy any fruits. احنا هنشتري المفروض بعض الفواكه. ليه يا مستر اني ما تنفعش؟ ما هي اني بتيجي مع النفي والسؤال. دي ولا دي فيها نفي؟ فيها isn't، فيها doesn't، فيها لا. طب بتبدأ بسؤال؟ لا دي بتبدأ بسبجكت فاعل، ما فيهاش مشكلة. هنختار some. واهم حاجة نكونوا متأكدين ان دي جمع، ما تبقاش مفرد. لو مفرد هنختار ما بين او ان. She bought some orange yesterday. هي اشترت بعض البرتقال امبارح. طب ما هي مستر معلش يعني، طب ما دي جملة مثبتة ولا نفي ولا سؤال وجاي فيها some. ماشي. طب هنا بقى orange دي مفرد ولا جمع؟ لا دي مفرد يا مستر. طب هي some بيجي بعدها مفرد؟ لا ده او ان هو اللي بيجي بعدهم مفرد، يبقى اخلي دي ايه؟ جمع. هخليها oranges. There isn't some water. مفيش ميه. طب هنا isn't نفي، احنا قلنا نفي وسؤال بيجي معاهم اني يا بطل، اوعى تنسى الحاجات دي. I want to have some egg. انا عايز يبقى معايا بعض البيض. طب ايه المشكله؟ ما هي جمله مثبته هي، ما فيهاش ولا سؤال ولا نفي وجاي فيها صم. ازاي بقى اعمل لي براكتس حوالين صم؟ ازاي يا مستر؟ بص احنا قلنا ايه، مش بنبص على الكلمه اللي بعدها يا بطل؟ بص على الكلمه اللي بعدها، دي جمع. لا يا مستر دي مفرد. طب هي صم بيجي معاها مفرد؟ لا طبعا. مين اللي بيجي معاهم مفرد؟ او ان. طب بص بتبدأ بصوت ايه؟ صوت متحرك، هتاخد ان. انج. خد بالك من التركات دي قوي. I have some banana. انا عندي بعض الموز. طب دي موزة واحدة بنانة واحدة بس يا مستر. يبقى انا دايما ببص على دي، دايما ببص على دي. لقيتها مفرد خلاص يبقى بلعب مع وان. فعشان كده طبعا عشان بتبدأ بحرف ساكن فهختار a banana. I ate apples. انا اكلت تفاح. دي apples ازاي يا مستر؟ المفروض تبقى an apples. لا طبعا برضو. لا انا كده اتلخبطت. ما اتلخبطتش ولا حاجه. انا من اول الفيديو وانا بقول لك بص دايما على الكلمه دي، شوفها جمع ولا مفرد الاول قبل ما تحل. ايه ده؟ دي جمع يعني ولا ولا ان، دي جمع. انا بلعب كده مع سم واني. طب بص على شكل الجمله دي، مثبته ولا منفيه ولا سؤال؟ لا دي مثبته، ما فيهاش ولا نفي ولا سؤال. طب مثبته تاخد مين؟ تاخد صم يا مستر. انا غلطان فعلا. والله ينور عليك بجد يا اللي كنت بتحل معايا. وان شاء الله انا معاكم في اسئله كتير باذن الله لحد نهايه الترم، ويبقى كل الناس متفوقين. بالتوفيق يا رب.